مستمره. هل تدخل الدولة بقى كمنتج في بعض السلع الاستراتيجية زي ما بنقول كده وتبقى تخفض الأسعار بحيث انها تعمل ضبط لعملية الأسعار ويبقى في مجمعات استهلاكية المواطن يقدر يشتري منها السلع بتاعته بسعر معقول، ده ممكن يظبط الأسعار ويظبط السوق بشكل ما؟ اللي قبل كده أنا في فكرة قلتها زي ما بيقولوا كده بمليم. انت مشكلتك عندك في مصر ما عندكش سياسه زراعيه. احتياجك ايه وزراعتك ايه؟ لازم يبقى في توازن بين الاثنين. احنا للاسف ماشيين في السياسه الزراعيه بسياسه القطيع. يعني السنه دي الطماطم غاليه، السنه الجايه مصر كلها هتزرع طماطم، فتلاقي السعر انخفض للارض وتلاقي اسعار ثانيه ارتفعت وتلاقي حاجه ثانيه ارتفعت نزرع طماطم على حساب سلع اخرى. فقلت فكره صغيره قوي. مكتب قد كده اهو في وزاره الزراعه. النهارده هنعمل احصائيه انا في مصر احتياجاتي قد ايه؟ احتياجات التصديريه قد ايه؟ مثلا اجماليهم 10000 طن، ال 10000 طن دول يطلعوا مثلا من 1000 فدان. ال 1000 فدان انا محتاج ازرع 1000 فدان، ال 1000 فدان هحط نسبه مشاكل معينه يبقوا مثلا 1100. انا النهارده هزرع 10 فدادين، هكلم وزاره الزراعه بس في المكتب ده اقول له يا فندم انا فلان الفلاني هزرع 10 فدادين، فيحط 1100 ناقص 10 يتفضل لي قد كده لحد ما يوصل للزيرو. اللي هيجي يزرع بعد كده مش هقول له ما تزرعش، بس اقول له خلي بالك انت كده دخلت في الضوء الاصفر. بعد عدد فدادين معينه خلي بالك انت دخلت في الضوء الاحمر. فابقى انا بزرع وانا عارف ايه اللي هيحصل ان شاء الله السنه الجايه. هل انا هبيع زرعي بسعر كويس ولا انا هيبقى في المتوسط ولا انا هرميه؟ يبقى انا اللي بحدد سياستي. يعني